السلام عليكم. في ناس بتقولك ان مضيق هرمز هو سبب زياده فاتوره الكهرباء. طب هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ بص يا سيدي، خليني اسالك كام سؤال ولو جاوبت عليهم هتعرف ليه فاتوره الكهرباء اللي وصلت لك الشهر ده زادت 12%. والسؤال التاني، واحنا مش كنا بنسمع ان مصر بقت دوله مصدره للغاز؟ طب ايه اللي حصل وازاي بعد ما كنا احنا اللي بنصدره بقينا نستورده؟ وهي علاقه سفينه ماشيه في مضيق هرمز على بعد الاف الكيلومترات من مصر بالرقم اللي انت بتدفعه كل شهر في عداد الكهرباء؟ ومنين الدوله جابت مليارات الدولارات اللي دفعتها علشان تفضل الكهرباء شغاله؟ صدقني اخر اجابه ممكن تفاجئك. يلا بينا نفصص الحكايه واحده واحده، بس قبل ما اقولك الحكايه ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصه مع اسلام انور. ويلا بينا نبتدي الحكايه. اول حاجه، هو احنا بنعمل الكهرباء من ايه؟ ناس كتير فاكره ان الكهرباء بتيجي من السد العالي او الطاقه الشمسيه، لكن الحقيقه اكتر من 82% من الكهرباء في مصر بتتولد بالغاز الطبيعي. يعني الغاز بالنسبه للكهرباء هو البنزين بالنسبه للعربيه، من غيره المحطات ببساطه مش هتشتغل. طيب الغاز ده بيجي منين؟ جزء بيطلع من حقول الغاز المصريه وجزء تاني بنستورده من بره، سواء عن طريق خطوط الانابيب او عن طريق شحنات غاز مسال بتيجي في سفن عملاقه وتتفرغ في وحدات تغييز موجوده في دمياط والعين السخنه، وهناك بيتحول تاني الغاز قبل ما يروح لمحطات الكهرباء. يعني ببساطه النور اللي عندك في البيت بقى مرتبط بالسوق العالمي مش بس بالمحطات اللي جوه مصر. هتقولي طب استنى، مش احنا كنا بنصدر غاز من كام سنه؟ هقول لك صح، وده سؤال اي حد من حقه يساله. طب ايه اللي حصل خلانا بقينا نستورد بدل ما بنصدر؟ الاجابه في 3 اسباب. السبب الاول حقل زهر، اكبر حقل غاز في البحر المتوسط. في عز انتاجه كان بيطلع حوالي 2.7 مليار قدم مكعب غاز كل يوم، ودلوقتي بقى ينتج حوالي 1.3 مليار. ناس كتير بتفتكر ان ده معناه ان الحقل انتهى، ولكن ده مش صحيح. اي حقل غاز في العالم انتاجه بينزل مع الوقت لان ضغط الخزان الطبيعي بيقل، وده شيء طبيعي جدا. لكن المشكله ان زهر لوحده كان بيمثل حوالي 30% من انتاج مصر كله، فلما انتاجه نزل طبيعي البلد كلها تحس. السبب التاني، وده يمكن اهم سبب في القصه كلها، مستحقات شركات البترول الاجنبيه. سنين طويله ومصر كان عليها فلوس لشركات زي ايني وغيرها، وفي يونيو 2024 المتاخرات وصلت حوالي 6.1 مليار دولار. طيب لما الشركه يكون ليها مليارات عندك ولسه ما خدتهاش المفروض هتعمل ايه؟ اكيد هتبطئ الاستثمار وهتبطئ الحفر، وده اللي حصل فعليا. حفارات اتوقفت وابار جديده اتاجلت. يعني ببساطه مفيش فلوس يبقى مفيش استثمارات جديده، ويبقى مفيش انتاج جديد يعوض الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمه. طيب السبب الثالث، ان عندنا حقول كتير قديمه اصلا، واي حقل قديم انتاجه بينزل سنه بعد سنه، غير ان الصيانه الدوريه لبعض الحقول بتقلل الانتاج لفترات معينه. والنتيجه كانت واضحه، مصر كانت بتنتج اكتر من 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، بعدها نزل المتوسط لحوالي 4.1 مليار، وبعدين في الربع الاول من 2026 وصل لحوالي 3.86 مليار قدم مكعب يوميا. لكن خليني اقول لك الحقيقه الكامله، الدوله اشتغلت بقوه على ملف مستحقات الشركات الاجنبيه، وده انا كنت عملت فيديو قبل كده عنه. فالمتاخرات نزلت من 6.1 مليار دولار ل 714 مليون دولار، وبعدين 440 مليون. وفي يونيو 2026 وزاره البترول اعلنت انها صفرت كل المستحقات لاول مره من سنين، وده بدا يجيب نتيجه. حفار زهر رجع يشتغل واتحفرت ابار جديده، زهر 6 وزهر 9 وزهر 13، وضافوا حوالي 190 مليون قدم مكعب غاز يوميا. وكمان شركه ايني اعلنت انها ناويه تستثمر بحوالي 8 مليار دولار خلال ال5 سنين الجايه. بس في نقطه مهمه، الحفر مش زرار بيتداس عليه النهارده فتصحى بكره تلاقي غاز طالع. الموضوع بياخد وقت وسنين طويلة، وعلشان كده مصر دلوقتي لسه في فترة انتقالية، الانتاج لسه اقل من الاستهلاك، والفرق ده بيتغطى بالاستيراد. وهنا بدأت المشكلة الكبيرة، الحرب دخلت على الخط. من يوم ما الحرب بدأت وحركة الملاحة في مضيق هرمز اتأثرت بشكل كبير، وده مش مضيق عادي، ده واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم. حوالي خمس تجارة الغاز المسال عالميا كانت بتمر من هناك، وطبعا لما المرور اتعطل أسعار الغاز عالميا ولعت، ومصر بما إنها بقت مستوردة دفعت الفرق. وأهم رقم في القصة دي كلها قالوا بنفسه دكتور مصطفى مقبولي، فاتورة استيراد الغاز الشهرية كانت حوالي 560 مليون دولار، وبعد الأزمة بقت حوالي
مليار و650 مليون دولار، يعني تقريبا 3 اضعاف كل شهر، ولسه الازمه ما خلصتش. يوم 29 يوليو مسيره ضربت سفينتين مرتبطين بعمليات الغاز المسال في ميناء دمياط، ولحد النهارده مفيش جهه اعلنت عن مسؤوليتها، والتحقيقات لسه مستمره والسلطات لسه بتحلل بقايا المسيره. فالحكومه علشان تضمن ان الكهرباء ما تقطعش شغلت وحده تغييز احتياطيه كانت متعاقده عليها وراسيه في ميناء العقبه بالاردن. يعني الموضوع ما بقاش ان الغاز غالي وبس، ده بقت حتى المنشآت اللي بيجي منها الغاز بقت معرضه للخطر. طيب كل ده وصل ازاي لعداد الكهرباء عندك؟ بكل بساطه تكلفه انتاج الكهرباء زادت جدا، وشركات الكهرباء عندها التزامات، وفي فجوه تمويليه كبيره، فصدر قرار زياده اسعار الكهرباء بمتوسط حوالي 12%. لكن في حاجه ناس كتير ما تعرفهاش، اول شريحه من 0 ل 50 كيلو وات سعرها ما اتغيرش، ولسه الدوله بتدعمها بنسبه كبيره جدا. لكن كل ما استهلاكك يزيد الدعم بيقل لحد ما يوصل الاستهلاك لحوالي 1000 كيلو وات في الشهر. ساعتها انت بتدفع حوالي 2410 جنيه، وده بيمثل حوالي 88% من التكلفه الحقيقيه، والدوله بتتحمل حوالي 330 جنيه فقط، يعني حوالي 12%. بس بمعنى اوضح الدعم الحقيقي بقى تقريبا مركز على الشريحه الاولى، اما اغلب الطبقه المتوسطه ده لو كانت موجوده يعني فبقت بتدفع تكلفه قريبه جدا من التكلفه الفعليه للكهرباء. لكن هنا في نقطة مهمة تستحق النقاش. الحكومة بتقول إنها بتوجه أكبر دعم للشريحة الأولى، وهي من 0 ل 50 كيلو وات. لكن خلينا نسأل سؤال مهم، هما ال 50 كيلو وات في الشهر دول يكفوا مين؟ في الحقيقة ده استهلاك محدود جدا، يكفي شقة استخداماتها الأساسية كام لمبة ليد على تلاجة على مروحة وتلفزيون. لكن لما يكون عندك أسرة مكونة من 3 أو 4 أفراد، أو تشغل تكييف ساعات قليلة في الصيف، كده هتتجاوز الشريحة دي بسهولة. يعني عمليا أغلب الأسر المصرية كده بتخرج من الشريحة الأولى كل شهر، وده بيفتح باب لنقاش مهم. هل الأفضل يفضل الدعم الكبير محصور في أول 50 كيلو وات، ولا يبقى في إعادة توزيع للدعم بحيث تتحصل الأسر المحدودة ومتوسطة الدخل على دعم أكبر في الشرائح اللي فعلا بتستهلكها، وفي المقابل تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكا نسبة أكبر من التكلفة؟ الفكرة هنا إن المواطن محدود الدخل مش بيحتاج كهرباء أقل لأنه غني أو فقير، لكنه محتاج حد قد من الكهرباء يعيش بيه حياة طبيعية، وخصوصا في الصيف. ولو الدعم الحقيقي بيقف عند استهلاك منخفض جدا، يبقى في ناس كتير دخلها محدود او معدوم تقريبا هتدفع فاتوره اعلى رغم انهم مش من كبار المستهلكين. طب الاقتصاد كله حصل له ايه؟ خليني اقول لك كام رقم قبل الازمه. الدولار كان بحوالي 46 جنيه و80 قرش، دلوقتي بقى بحوالي 50 جنيه و17 قرش. التضخم كان نازل لحوالي 11.9%، وبعدين طلع فوق ال 15%، ودلوقتي حوالي 14.3%، وسعر الفايده في البنك المركزي ثبته عند 19%، ومن المتوقع انه يفضل ثابت في الاجتماع الجاي. طيب السؤال المهم، منين الدولة جابت الفلوس لكل ده؟ وهنا بقى كانت المفاجأة، من تحويلات المصريين اللي شغالين بره. ايوه، المصريين الوطنيين اللي عايشين في الخليج واوروبا وامريكا وباقي دول العالم. تحويلاتهم وصلت حوالي 41.5 مليار دولار في سنة واحدة، وده من اعلى الارقام في تاريخ مصر. دول يا فندم المصريين اللي في الخارج اللي حضرتك عمال تحط لهم قوانين تخليهم يكرهوا نفسهم ويفقدوا انتمائهم لبلدهم، بدل ما تقدم لهم امتيازات نتيجة ان بسبب تحويلاتهم مخلين البلد واقفة على رجلها لحد دلوقتي، وده وفقا للاحصائيات الرسمية. وللمقارنة السياحة جابت حوالي 16.7 مليار دولار، وقناة السويس بعد ما كانت بتجيب اكتر من 10 مليار دولار ايراداتها نزلت بشكل كبير بسبب اضطرابات البحر الاحمر. يعني ببساطة في الوقت اللي القناة دخلها قل، تحويلات المصريين في الخارج كانت من اهم مصادر العملة الصعبة اللي ساعدت البلد انها تعدي الازمة. وكمان صندوق النقد الدولي وافق انه يصرف شريحة جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، وقال ان الاقتصاد المصري دخل الازمة وهو افضل من الفترات السابقة، لكن في نفس الوقت اكد ان الدين العام لسه مرتفع وان احتياجات التمويل ما زالت كبيرة. الخلاصة، بص على السلسلة دي كويس، مضيق هرمز يتأثر، سعر الغاز العالمي يزيد، فاتورة الغاز في مصر تتضاعف، تكلفة انتاج الكهرباء تعلى، يبقى لازم يبقى فيه فجوة تمويل، وفي الاخر فاتورة الكهرباء اللي عندك تزيد. يعني اللي حصل في الخليج وصل في الاخر لعداد الكهرباء ببيتك. ودلوقتي عايز اعرف رأيك، لو انت كنت مكان الحكومة كنت هتعمل ايه؟ كنت هترفع الاسعار ولا كنت شايف انه في بدائل تانية؟ مستني رأيكم في التعليقات، وانا هقرا تعليقكم واحد واحد. ودايما وابدا تحيا مصر، والسلام عليكم.